أسعد الله مساءكم بكل خير مشاهدينا في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في مقابلة جديدة. طبعا هاي المقابلة راح نحكي فيها عن أسباب عدم تأهل المنتخب الفلسطيني الفدائي لكأس العالم تاريخيا منذ تأسسه إلى اللحظة الآنية، أو خلينا نحكي على لحظة 2022 مونديال قطر. طبعا بنرحب بالمعلق الفلسطيني خليل جاد الله. مرحبا فيك كابتن. أهلا فيك محمد، يعطيك العافية وكل التوفيق دائما. تسلم. طبعا راح نحكي مع الكابتن خليل إنه أسباب عدم التأهل من رأيه كمعلق رياضي، وسبب عدم يعني راح يحكي لنا عن سبب عدم تأهل المنتخب. كابتن يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. هسا احنا بنعرف بالواقع الفلسطيني في كثير من الصعوبات منها الاحتلال، فبدنا نيجي مثلا ندمج هاي المسألة بعدم كأنها نحطها سبب لعدم تأهل المنتخب الفلسطيني لكأس العالم على مدار التاريخ. تفضل. تمام، هلا هو واحد من الأسباب، هذا السبب طبعا اللي يعتبر سبب بيأخر عجلة العمل في كثير قطاعات من فلسطين، إن كان في الرياضة وغير الرياضة. وفي الرياضة مثلا كمان فيما يتعلق بمنتخب كرة القدم، فالاحتلال موجود. الاحتلال يؤثر بصورة سلبية على كل شيء بفلسطين، منه أو من ذلك فعليا وصول المنتخب لمناطق أو مراكز أو كمان بطولات متقدمة. ولكن لا شك أن في عديد الأسباب الأخرى كمان، لأنه الاحتلال رغم أنه موجود إلا أن فلسطين قدمت المهندسين والمحامين والدكاترة والعلماء والشعراء وإلى آخره، بمعنى أنه أحيانا لحظات الصعوبة هاي أو اللحظات الصعبة أو كمان القاهرة اللي بتسبب فيها الاحتلال بتخلي الناس كمان عندها أمل إنه تمثل فلسطين بصورة أحسن، أو كمان إنه تقاتل الاحتلال من خلال عديد الطرق، ومنها كمان لعبة كرة القدم. ففي أسباب العلاقة كمان بإنه كرة القدم هون ما كانت منظمة أصلا. أنت بتعرف إنه اتحاد كرة القدم الفلسطيني تأسس 1928، ولكن مارس كرة القدم المنتخب تقريبا تحت مظلته لسنين قليلة. قبل ذلك كان في أندية فلسطينية كمان تمارس كرة القدم في انطلاقة 1900 1910 1920، وبالتالي كانت كرة القدم هون بفلسطين لأنه كان في انتداب بريطاني، وبالتالي كرة القدم انشأت أصلا في بريطانيا. مات كرة القدم فوصلت لفلسطين عن طريق الانتداب بصورة مبكرة. بس بعد النكبة وما بين النكبة والنكسة وبعد النكسة كمان كلها سنوات، تحكي عن 40 50 عام تقريبا، فلسطيني ما مارس فيها كرة القدم بصورة منظمة. ما كان في دوري منظم، وما كان في منتخب فلسطيني كمان يلعب كرة القدم إلا عن طريق التجميع، يعني تجميع اللاعبين. هذا الشيء أكيد بيعمل على تنكيس الرياضة الفلسطينية، حرمان الأندية من المشاركة، إنه مثلا يحاولوا يوصلوا قد ما يقدروا لأماكن معينة أو لأماكن متقدمة في الدوريات الأخرى. يعني 100% انت ما لعبت ضد ناس من برا، لانك بالاساس كمان حتى بفلسطين ما كنتش قادر تعمل دوري. يعني التاريخ يذكر بأن الدوري الفلسطيني عام أو في أعوام الستينات نقول، أو يعني الخمسينات إلى الستينات، بعد ال 48 في الخمسينات تقريبا الفلسطيني ما لعب كرة القدم إلا عن طريق منتخب وطني شارك في إحدى البطولات العربية، وكان عبارة عن لاعبين من الشتات الفلسطيني تم تجميعهم إلى جانب بعض اللاعبين من الضفة الغربية وقطاع غزة. في الستينات الإدارة الأردنية كانت مسؤولة هون، أو الأردن كانت مسؤولة عن الضفة الغربية، وفي قطاع غزة المصريين كانوا مسؤولين، وبالتالي لعبت الأندية الفلسطينية تحت لواء بعض الدوريات والبطولات كمان اللي نظمتها إن كانت المملكة أو كمان مصر. بعد ذلك لما رجع الاحتلال بال 67 وما بعد ذلك كمان توقفت حركة الرياضة، أغلقت كثير من الأندية وتوقفوا كثير من اللاعبين عن لعب كرة القدم، وجاءت رابطة الأندية الفلسطينية بعد ذلك انطلاقا تقريبا من سنوات السبعينات، منتصف السبعينات، عشان تعمل أول دوري فلسطيني منتظم في عام 1977. ودوري منتظم وين؟ على ملاعب ترابية واستخدام لاعبين غير محترفين، لاعبين ما بيتقاضوا رواتب، في الفترة اللي كان فيها مثلا في ال 78 أو 77 وهي السنوات العالم واصل لمراحل متقدمة جدا في كرة القدم، وعرف اللاعبين معروفين إن كان على مستوى الوطن العربي أو العالم كله. فإحنا فعليا كل هذا الكلام نحكيه عشان نقول إنه كرة القدم في فلسطين ما مشت بالطريق اللي سهلة نتيجة وجود الاحتلال طبعا. ولكن الاحتلال مش نفسه كفكرة مسؤول عن اللي بصير، وإنما ما فعله الاحتلال خلى مثلا إنه كرة القدم في فلسطين لا تلعب في وقت من الأوقات. الأقدام كانت مكبرة والأندية كانت مغلقة، فالأندية الفلسطينية انطلقت حاولت تلعب، لكن ظلت تتقطع لإمتى؟ ل 2008 صار عندنا ملعب معشب، صار عندنا كمان دوري منتظم، بلشنا نلعب كرة القدم. فنتاج ذلك كله إنه كان صعب علينا بأي سنة من السنوات قبل هي الفترة الأخيرة آخر مونديال إنه نوصل كأس العالم.